كانت غايبة عننا فين الطريقة دي من زمان. هضيف في المطحنة 3 معالق صغيرين من الشاي، بس المعالق مليانة، وعليهم ربع كوباية من الكريم شانتيه الخام، وعليهم ربع كوباية من الحليب البودرة. أهم حاجة للكوباية اللي تعيري بيها كوباية واحدة، مش شرط الكوباية اللي أنا استخدمتها. بالنسبة للسكر هضيف معايا 5 معالق من السكر، 5 معالق صغيرين. السكر هنا بيكون على حسب الرغبة، يعني انت لو ما بتحبيش السكر خالص ما هتضيفيش سكر، بتحبي سكر أسود مفيش مشكلة زودي براحتك خالص. وعليهم 5 حبات من القرنفل اللي هو المسمار، وربع معلقة صغيرة من الحبهان البودر. وهنبدأ بقى نطحن الكلام ده كله كويس جدا في مطحنة البهارات، بحيث ان القرنفل يبدأ يطحن معايا وكل المكونات تمتزج مع بعضها. وبكده خلاص نكون حضرنا النهاردة مع بعض أحلى شاي كرك ممكن تشربوه في حياتكم. حلو جدا جدا فوق ما تتخيلوا، ما تفرقش عن البودرة اللي بتجيبيها من بره. بحتفظ بيه في علبة بالشكل ده. ونعمل بقى دلوقتي كده مع بعض كوباية شاي بقى كده متينة، كوباية شاي تعدل مزاجكم بجد. ويا سلام بقى لو عايزين الطعم اقوى واقوى بقى، تغليه على النار، هتشربي احلى شاي كرك كانك بتشربيه في احسن الكافيهات. حلو جدا جدا يا جماعه، اتمنى فعلا تجربوه، هيعجبكم قوي. ولو مش عايزين تضيفوا ميه وتضيفوا حليب براحتكم خالص، بس احنا عشان حاطين حليب بودر فمش محتاجه ان انا اضيف حليب. وزي ما قلت لكم في المرحله دي بقلب، لو عايزه ازود سكر تاني مفيش مشكله. عايزاكم بقى تجربوه تقولوا لي رايكم في الكومنتات، يهمني جدا. بكده فيديو النهارده يكون خلص، اتمنى لو عجبكم تشيروا الفيديو ده.